ده سؤال جميل ده يا شادي يا عادل. لسه في فرصه الواحد يبدا صناعه محتوى في 2026؟ والله كنترول زد اثبت انه ينفع. ان احنا ندي شاوت اوت للقناه، هي صاعده جديد على مستوى اليوتيوب. القناه دي اسمها كنترول زد. شاوت اوت كنترول زد. قناه كنترول زد دي جباره. ايه رايك في قناه كنترول زد؟ جميله جدا. كابتن بهاء حبيبنا، شاوت اوت من القلب يعني. محتواي المفضل الفتره دي. عارف كابتن بهاء كنترول زد؟ تعرفوش؟ تعرفوا؟ Out in the six, I'm a national treasure. The niggas that bad me gon' bad me forever. بعيدا عن الجمل المبتذله بتاعت اللي هو انا بدات من الصفر وكده، بس حرفيا القناه دي بدات من الصفر. كنترول زد دفعوا لك كام؟ هو بهاء لو معاه 3 جنيه هيجي يدفع لنا؟ حبيبي يا كابتن بهاء. ده المكان اللي كنت بسجل منه اول حلقات، زي ما انتم شايفين اللاب ده معايا، دي يعني مثلا من حوالي 2022 حاجه شبه كده. كنت بسجل، بمنتج، بميكس الصوت، بكتب، بعمل كل حاجه على اللاب ده. وبالنسبه للمايك فانا كنت بسجل بالمايك بتاع التليفون، ويعني ده باين على كواليتي الصوت بتاع اول 10 حلقات. انا شايف القناه دي مصدر الهام لاي حد عايز يعمل محتوى من غير تكاليف ومن غير سيت اب وباقل المعدات. غلطنا في معلومات كتير في اكتر من حلقه، ومعترفين بده عادي، مفيش مشكله اننا نغلط، ما حدش كبير على الغلط. لكن المهم اننا نحاول بقدر الامكان ما نكررش الغلط ده. كان المهم عندي وانا شغال ان القناه دايره جماهيرها توسع، ومش لازم تكون بتفهم في الكوره او بتحبها عشان تتفرج. وبحب اركز جدا ان الموضوع ياخد ابعاد سياسيه واجتماعيه واقتصاديه، فعشان كده عملنا حلقات زي وش اجرام وفساد الاتحاد الافريقي واحتكار البث وصدام حسين. والان مع حفله جائزه نجم الحب والكنتالوب في نسختها الاولى لسنه 2025، الميلون بالون اوورد. في الأول المجهود كان فردي، بدأتها لوحدي من مونتاج وكتابة وبحث وإلقاء ومكساج للصوت. لكن بعدين قلت عشان أفضل مكمل بنفس الشغف لازم يكون في مجهود جماعي، ويكون في تيم موجود وناس تشتغل معايا. والحقيقة أنا محظوظ بوجود الشباب الموهوبة ساهر وأيمن ربيع وأسامة وطبعا رامز جلال. وبسبب المجهود الجماعي الجميل ده احنا في فترة قصيرة وفي أقل من سنة وصلنا 200,000 سبسكرايبر، وعندي حلقة كسرت المليون مشاهدة وحلقات كسرت النص مليون، وده كله طبعا بفضل من عند ربنا. أنا بس هعمل استشفاء سريع عشان أرجع لكم أحسن من الأول. الكابتن بقى هيريح، بس لما هيرجع هيخلي الجو مش مريح. انتظروا السيزون الجديد والسلام عليكم.